بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي يمطر شباك الجونه بثلاثيه نظيفه ليرفع رصيده في عدد النقاط ل 27 نقطه في مباراه نجمها الاول امام عاشور. دخل النادي الاهلي المباراه بتشكيل: في حراسه المرمى شوبير، 4 في خط الظهر عمر كمال ومتولي وعبد المنعم ومعلول، 3 في نص الملعب كوكا وندفيد وامام عاشور، والمثلث الامامي تاو والشحات واسامه ابو علي. بدا النادي الاهلي المباراه مسيطر ومستحوذ، ماسك كرة في نص الملعب، استحواذ سلبي لعيبه النادي الاهلي، فاقد تماما لحلولك سواء على الاطراف سواء للوينجات. حته نص الملعب انت فاقد للحلول تماما باستثناء نجم المباراه امام عاشور. حته كوكا وحته ندفد في نص الملعب معجزه تماما النادي الاهلي. اللاعبين بادوار دفاعيه، بغض النظر ان كوكا فنيا ضعيف، كوكا متغطي دلوقتي علشان معاه لعيبه في نص الملعب. انما لما بتلاقي امام بيتصاب وتلاقي قفشه مش موجود، بيظهر امكانيات كوكا او بتظهر امكانيات كوكا. انما كوكا في نص الملعب مع ندفد، طب ليه ندفد؟ بغض النظر ان هو ما عملش حاجه في الملعب، احنا ما صدقنا ان هاني خلاص مصاب، ربيعه مستبعد، السوليه مصاب، قلنا بقى معلول هيرتدي الشاره، فيطلع لنا خازوق كده من النص ما تفهمش كولر بيفكر في ايه. طب ما اكرم بيلعب بقاله كام ماتش كويس، مروان عطيه عندك على الدكه كويس، اشمعنى ندفد؟ ولا هي عكنانه من كل حاجه؟ يعني اداء مفيش، شرط القياده لعلي معلول ما لبسهاش من اول المباراه غير في التبديلات لما خرج ندفد ونزل اكرم. شوط اول سلبي تماما، شوط اول انت فاقد للحلول، في بطء في التمريرات، مش شايف لا مركزيه من اللعيبه. حته الواحد انت خلاص لما بيبقى مدرب زي علاء عبد العال جاتوزو مقفل عليك بالطريقه الايطاليه الفشيخه، انت المفروض بيبقى عندك حلول. الحته دي انا مش شايفها. بيرسي تاو مختفي تماما، بعيد جدا بيرسي تاو عن النادي الاهلي، مش معانا. شوط اول 45 دقيقه انا ما شفتش بيرسي تاو. الشحات بيتفزلك كتير، مش قادر ياخد قرار اذا كان هيمرر او هيشوط او هيرقص لحد ما يجي لك نجم المباراه امام عاشور بحل فردي بتسديده بينهي لك كل حاجه، بيفتح لك الجيم بقى عشان تمسك اخر 5 دقايق من الشوط الثاني تبتدي تلعب براحتك بقى. يبتدي الجونه ايه، خلاص بقى تفكك حته انه خايف ان النادي الاهلي يسجل فيه وحصل، فبتبتدي انت تمسك كورتك. جت كره خطيره لاسامه ابو علي، اتعامل معاه مش احسن حاجه، بس بدات انت تنقل الكوره براحتك. بدانا نشوف علي معلول الجبهه اليمين عند النادي الاهلي طايره. 45 دقيقه انا ما شفتش عمر كمال بيرفع كوره باستثناء ده. بيرسي تاو ده حدوته ثانيه، اركن بيرسي تاو عشان تنهي الشوط الاول بالفرصه الوحيده والحل الوحيد هي التسديد، والحل الوحيد اللي نجح تسديده امام عاشور، وقفل الشوط على كده. دخل النادي الاهلي الشوط الثاني نفس قصه مباراه الاسماعيلي، الجونه بيحاول يباغت النادي الاهلي، بيحاول هو اللي يبادر وهدد مرمى النادي الاهلي في كوره واثنين، ولسه لعيبه النادي الاهلي في نص الملعب تايهه. حته سرحان وتوهان، مش عايز اقول سرحان وتوهان، يعني هي دي امكانيات اللعيبه بتاع نص الملعب والله. يعني هو ما فيش غير اللاعب الوحيد اللي بيدي شكل لنص الملعب، هو اللي بيمسك كرة، هو اللي بيقف على كورته، هو اللي عنده القدرة على المرور، هو اللي عنده الجرأة انه يروح بياخد الكرة وشه لقدام، مش بياخد الكرة يقعد يلف لورا ويشوف مين وراه فيبتدي يباصي، اللي هو اللعب السهل. مفيش حاجة اسمها سهل ممتنع، ما انت لازم في وقت ما يبقى عندك ابتكار، لازم يبقى عندك حلول. امام عاشور بياخد الكرة وشه ده قدام، مفيش حاجة اسمها ورا. دقة تمريراته 10 على 10، رفعت عينه للملعب ورؤيته والفيجن اللي بيعمله للملعب، مفيش لاعب زيه في النادي الاهلي بيقدر يعمل لك الحاجات دي لحد ما تيجي الدقيقه 61 ويخرج اسوأ لاعبين في الملعب، هو ندفيد وبيرسي تاو. مش قادر اشوف لهم دور في الملعب. بيرسي تاو سرحان توهان، بس كان بيلعب في برايتون الانجليزي، فاداره النادي الاهلي شايفه ان هو اللعيب المناسب فما نقدرش نتكلم. بينزل رضا سليم وبينزل اكرم توفيق عشان اخيرا نشوف معلول بشاره قياده النادي الاهلي في وسط هتافات للجمهور. معلول يستحق اكتر من كده بكتير. ماتش زي ده المفروض انا مش فاهم ندفيد ليه في الملعب، بس هو خلاص قضاء وقدر. ليه ندفيد يلبس الشاره فكان بادئ قبل معلول رغم ان معلول اسطوره؟ فحته الاداره لازم تبقى عندها نظر في الحته دي. خلاص ماشي، محمد الشناوي الكابتن تمام، رامي ربيعه خلاص يا جماعه، مش لازم يعني ما توصلش ان ندفيد يلبس الشاره على علي معلول في الملعب. في نظام في النادي الاهلي، في سيستم، بس في حاجات كده استثنيها للاعب اسطوره زي علي معلول، لاعب ضحى للنادي الاهلي، لاعب قصاد اغراءات كتير فضل متمسك بوجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي اسم كبير وكيان كبير، بس الوقت اللي انا بكلمك عليه ده اديك شفت واحد زي رمضان صبحي، واحد زي عبد الله السعيد، واحد زي الجماعه دول. ورمضان صبحي بنقول عليه ابن النادي فباع النادي عادي بكل سهوله، انما واحد زي معلول على الاقل تقديريا اديله الشاره. في مباراه زي كده كان لازم تستثني ندفيد من حته شرط القياده، ودي اقل حاجه بتقدمها لعلي معلول عشان تيجي الدقيقه 63 ومن كره ثابته ومن ضربه ركنيه عرضيه ولا اروع من الاسطوره علي معلول، كعب الرجل من اسامه ابو علي، محمود متولي الهدف الثاني وتريح الدنيا.
بتريح الدنيا ليه؟ 1-0 مش مطمنه اطلاقا، انت بتلعب فريق عشوائي زي الجونه هيندفع، وانت عندك مشاكل في خط الدفاع، لعيبه راجعه من اصابات، ولاعيبه مش في فورمتها، ولاعيبه مش واقفه على رجليها، وقصه كبيره كده في النادي الاهلي، فلما كنتش هتقدر تسجل الهدف الاول وتغطي بالهدف الثاني يبقى ملهاش لازمه. استمر محاولات النادي الاهلي في السيطره والاستحواذ، تيجي تسديده لاسامه ابو علي في الدقيقه 66، تيجي الدقيقه 71 تبديلات النادي الاهلي، بيدخل مروان عطيه ويدخل كهربا وبيخرج امام واسامه ابو علي. مش قادر افهم مش عايز يدي الفرصه لوسام ليه، في ظل ما كان بينزل موديست بال 90 دقيقه وبيلعبه وهو مقتنع بيه تماما. عندك مهاجم زي وسام ابو علي فبتبتدي تبدله من الدقيقه 70 من الدقيقه 71. مش قادر افهم ليه، يعني للمباراه الثانيه على التوالي بتتعامل مع وسام بنفس الاسلوب، رغم انه مهاجم كويس، مهاجم بيقدر يستلم، مهاجم بيقدر يسلم، مهاجم بيجيب ضربات الراس، مهاجم ما شفناهوش بقالنا فتره في النادي الاهلي، فانت مصر تغيره، مصر تطلعه ليه؟ مش على الهوا ومش على الكيف. دقيقة 71 رأسية للجونة يتصدى لها شوبير، في الدقيقة 79 ضربة جزاء للنادي الأهلي ولحسين الشحات ويتصدى لها كهربا. مش قادر أفهم ليه كهربا؟ هو أنت في الملعب زي الزفت، جات لك عرضية على دماغك رأسية، معرفش أنا مش قادر أفهم أنت كنت بتفكر في إيه ساعتها؟ لعبتها أنت لو أحسن مدافع في القارة والله العظيم ما هتطلعها كده، ده لو مدافع هيجيبها في نفسه. أنت خرجتها بطريقة غريبة، وفرح بس تتخانق على ضربات الجزاء. كل ضربه جزاء تيجي تبقى انت عايز تشوطها، سبحان الله هي ارزاق. وسام خرج، دخلت انت جبت جون وخلاص واتعشت على كده. معلول متخصص يبقى هو اللي يشوط مش انت، ماليش انا ذنب ان انت معلش اداك في الملعب صفر، هي دي امكانياتك والله. وللاسف انت من ساعه ما جيت النادي الاهلي وتركيزك خارج الكوره خالص، خارج الملعب. يجي الهدف الثالث للنادي الاهلي بكهربا من ضربه جزاء، واخر تبديلات النادي الاهلي بينزل السفاح الجوليادور المايسترو الرسام الفنان موديست، وبيخرج من اسوأ لعيبه في المباراه حسين الشحات، وقفل المباراه على كده. في النهايه فوز مهم للنادي الاهلي، فوز بيرفع بيه النادي الاهلي رصيده للنقطه 27. اجمل ما في المباراه 3 بونت. الاداء مش احسن حاجه، بس اهم حاجه بالنسبه لي المكسب، اهم حاجه بتنزل المباراه بتاخد منها اللي انت عايزه، هم ال3 بونت في ظل ضغط المباريات اللي انت فيها، وهو ده اللي انا عاوزه كمشجع. سلام.